من كيلو دقيق عملنا باتون ساليه، وعملنا قرقيش، وعملنا قرص، وعملنا الكحك بتاع الشاي الروعة ده. شايفين اللون والجمال؟ تحفة تحفة يا بنات، خطير جدا. وعجنينه بايه؟ عجنينه بالمية. حطينا عليه لبن؟ لا، ما حطيناش عليه لبن. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة بجد. شايفين؟ رهيب الكحك بتاع الباتون ساليه ده، ولا الباتون ساليه. لا انتي بقى بتروحي تجيبي الكيلو بكام؟ عملناه كده بحاجات بسيطة خالص واحنا شغالين في الفيديو مع بعض. حاجة تحفة تحفة التحفة يا بنات. حاجة كده، شايفين؟ استحالة تجيبي الجمال والنظافة دي من بره. الطعم خطير، طعم خطير. شوية حبة البركة وشوية سمسم وشوية كمون ورشة ملح، طلعنا الباتون سليق القمر القمر ده، اللي طعمه خطير خطير بجد يا بنات. الفيديو ده تحفة. الفيديو ده والله يستاهل عليه مليون لايك. بجد جربوا الحاجات دي هتعجبكم. بإمكانيات بسيطة جدا في بيتك هتطلعي الجمال اللي انت شايفاه قدامك ده. شايفين؟ تحفة تحفة بجد. كيلو دقيق، الكيلو دقيق 8 كوبايات يا امارات، طلع لكم كل الجمال ده. كيلو دقيق وكوبايه سمنه ونص كوبايه زيت طلعوا لنا الجمال والتحفه ده. بالله عليكم ما استاهلش لايك وشير؟ شايفين يا احلى بنوتات؟ من كيلو بس دقيق عملنا لنا العظمه اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه يا بنات. عايزاك تتشجعي فورا وتقومي بعد ما تسمعي الفيديو وتعملي الجمال والعظمه دي لاولادك. شايفين؟ حاجه كده فظيعة بجد. ولادك وجوزك هيشكروك عليها جدا. شايفين يا بنات؟ تحفة. مقادير مظبوطة على الشعرة. حاجة كده بمنتهى البساطة، بدون أي كلكعة. لا ما تعمليش كده، لا حطي كده، لا، كل حاجة متاحة قدامك. بالزيت، بالسمنة، بالزبدة، اللي موجود عندك، زيت وزبدة، زيت وسمنة، زيت بس، كله متاح معاكي. جمال والروعة ده. وعجنينه بالمية، ما حطيناش عليه ولا نقطة لبن. في الفيديو شوفوه هيعجبكم. شايفين يا أحلى بنات؟ اسمعي، شايفة الجمال؟ واو. والطعم بقى مش عايزه اقول لك عامل ازاي. وده الكحك اللي من نفس العجينه اللي هي بالسمسم وحبه البركه. رهيبه يا بنات. سامعين القرمشه؟ شايفين قلبه من جوه عامل ازاي؟ رهيب. وده الكحك التاني. شايفين؟ بجد روعه روعه. مش عايزه اقول لكم الحاجات دي عامله ازاي. انا عايزاكم تجربوا الحاجات دي. اسمعوا لي بقى القراقيش يا جماله. شايفين يا بنات؟ شايفين القرمشه من جوه؟ شايفين؟ مش عارفة الكاميرا موضحاها ولا ايه. شايفين يا بنات؟ تحفة تحفة بجد. حاجة جميلة جدا. طبعا القرص اللي احنا عملناها السادة من نفس العجينة، حاجة يا بنات خشاف. يا ريت تكونوا سامعين القرمشة بتاعت وانا بكسر القرصة. وانا شايفين القلب من جوه مستوي وزي من بره ازاي. شايفين اللون بتاعه؟ رهيب. حاجات تحفة تحفة بجد يا بنات. جربوها بجد هتعجبكم. ما تبخلوش على ام احمد باللايك والشير. ويا ريت يا حبايبي اللي يجرب حاجه من الحاجات دي يكتب لي في الكومنتات، واللي تقف معاه اي حاجه انا زي ما مامتكم اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنجاوب عليها مع بعض. بحبكم في الله. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصلكم كل جديد، لان هنعمل فيديوهات تانية حلوه كتير بيبقى منتهى السهوله والبساطه. ان شاء الله المطبخ سهل وبسيط معاكي، هتعمليه كل حاجه بمنتهى البساطه. بحبكم في الله. سلام عليكم. باي باي. ايه رأيكم يا احلى بنوتات في الدنيا في العظمة دي؟ من كيلو دقيق عملنا الجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. مقادير بسم الله ما شاء الله مظبوطة على الشعرة. اللي عارفني ومتابعني وبيعمل ورايا حاجة العيد عارف ان حاجتي مظبوطة. محدش بيقول لكم المقادير دي غير ام احمد وبس. حاجة هتعمليها ان شاء الله هتشرفك، وكل اللي هيدوقها عندك مش هيصدق ان انت اللي عامله الجمال ده. والكل هيسالك على المقادير بتاعتها عامله ازاي. بمنتهى البساطه باقل الامكانيات. محدش هيكلكعلك الدنيا ويقول لك الوصفات دي غير ام احمد وبس. شايفين يا احلى بنات؟ تحفه. شايفين بقى الجمال اللي احنا عملناه ده اللي انا قلت لكم عليه؟ يلا عايزاكي تتشجعي فورا اول ما تسمعي الفيديو وتقومي على طول تعملي الحاجات دي كلها لاولادك. شايفين؟ تحفة. ما شاء الله عليها يا بنات. خطيرة.
اسمعيلي بقى وشوفي الجمال. شايفين حاجه كده بتدوب في البق، تحفه تحفه. ولا الطعم بتاعها يا بنات خطير ما شاء الله. نشوف بقى القراقيش بتاعتنا. شايفين فقش، شايفين مفرغه من جوه وعامله ازاي، شايفين الجمال. بمقادير بسيطه جدا شفتوها معايا في الفيديو ما شاء الله عليها. شايفين الكحك اللي هو اللي احنا حطيناه، اللي هو عملناه بالسمسم والكمون والحبه البركه. شايفين مقرمش ازاي، سمحتوا القرمشه بتاعته. شايفين قلبه من جوه عامل ازاي، رهيب يا بنات، رهيب. مع كوبايه شاي كده انسي، حاجه كده جميله جدا. الكحك بقى العادي، الحاجات دي كلها انا عاملاها معاكم في الاعياد، خطيره يا بنات. شايفين ممكن تعملها بزيت خالص، ممكن تعملها بزيت خالص. شايفين الجمال والروعه، تحفه تحفه بجد. انا عايزاكم بجد بعد ما تسمعوا الفيديو تقومي بسرعه تنفذي كل الجمال ده. بكيلو دقيق هتعملي العظمه دي. في واحده بتقول لي الكيلو دقيق 5 كوبايات معرفش. الكيلو دقيق يا جماعه 8 كوبايات. الدقيق اللي انتوا بتجيبوه في الاكياس ده مش كيلو كامل، ده مش كيلو كامل. الكيلو دقيق 8 كوبايات. انا تعرفين ان انا بجيب بالشكاره، والشكاره ديت بعبر منها كده ووزنه. يعني الكيلو دي 8 كوبايات. يعني حتى قبل ما اقول لكم قد ايه والكلام ده كله، انا بوزن الحاجه بتاعتي الاول. شايفين يا بنات تحفه. يا ريت يا حبايبي تشجعوني باللايك والشير، عشان بجد تشجعوني اعمل لكم حاجات حلوة تانية كتير 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 هنعملها مع بعض ان شاء الله، وبأقل الامكانيات بإذن الله. خدت عهد على نفسي من اول ما فتحت القناة ان انا هخليكي استاذة في المطبخ، هخليكي استاذة في المطبخ. لو انت لسه بنوتة بتدخلي المطبخ لأول مرة، هخليكي تعملي حاجات تشرفك قدام جوزك وقدام حماتك وقدام ضيوفك بإذن الله. هتعملي حاجات وهتبقي استاذة فيها. بس يا ريت يا احلى بنوتات، زي ما انا بتعب وبعمل لكم الحاجات الجميله دي، اتعبوا عشاني وما تنسوش اللايك. اللايك والله العظيم مش عارفه يعني مش هتخسري حاجه. انا كل اللي بدخل اعلق لهم صحابي القنوات، صحابي اللي مش مشتركين عندي، انا اول ما بدخل للقناه عندهم قبل ما اعمل اي حاجه بضغط على اللايك، وبعد كده وانا بتفرج على الفيديو بكتب التعليق بتاعي وبسمع الفيديو للنهايه. فيا ريت ما تبخلوش عليا بالحاجات دي، الله يخليكم. يعني زي انا ما بعمل لكم الحاجه اعملوها لي بالمثل. وبالنسبه للبنوتات بقى اللي ما عندهمش قنوات، اللي بيتفرجوا عليا وبيعملوا الحاجات دي ورايا وبتطلع ناجحه معاهم، يا ريت بعد ما يجربوا الحاجه دي يكتبوها لي في الكومنتات ويقولوا لي عملت معاهم ايه. ولو في اي حاجه صغيره كده هو وقفت معاكي اكتبي لي في الكومنتات، وان شاء الله هنجاوب عليها مع بعض. وانتظروا فيديوهات تانية كتير مع احمد. انا زي ما قلت لك هخليكي استاذه في المطبخ، هخليكي استاذه في المطبخ. واي حاجه تقف معاكي انا موجوده، واساليني وانا زي والدتك. واي حاجه هتقولي لي عليها معاكي خطوه بخطوه وباقل الامكانيات، وهنمشي مع بعض في الفيديو خطوه بخطوه، وان شاء الله هنعمل حاجات روعه مع بعض زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وبشكر كل حبايبي اللي جربوا الحاجات دي ورايا وعجبتهم جدا، بشكرهم جدا. ودي شطاره منهم مش شطاره مني انا. بحبكم في الله. سلام عليكم، باي باي.